خانة جديدة بالموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل تخلط أوراق مكتتبي عدل واحد من جديد وتزرع القلق في نفوسهم. الخانة مخصصة لتقديم مواعيد جديدة لهذه الفئة، لكن ليس لدفع الأشطر الخاصة بقيمة السكن هذه المرة، وإنما لمواعيد مراقبة. هذه الخانة ومباشرة بعد إضافتها بالموقع خلقت ردود أفعال متباينة بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث راحت أغلب المنشورات في سياق التساؤل عن جدواها ولم ستفي هذه المواعيد، وما هي الوثائق الواجب إرفاقها في حال الحصول عليها. وتشترط غالبا وكالة عدل عبر هذه الخانة على من وردت مواعيدهم وثبتت إيجابيتهم لدى صندوقي الضمان الاجتماعي للأجراء وغير الأجراء إرفاق شهادات الانتساب للتأكد من صحة المعلومات والوثائق المقدمة، بالإضافة إلى تحرير شهادة الأجر لغير المنتسبين، وذلك قصد تجنيبهم من الإقصاء. الإجراء الجديد هذا رسم لدى مكتتبي الصيغة الأوائل نوايا الوكالة ومن فوقها وزارة السكن في إقصاء جميع المتحيلين، خصوصا بعد كشف مصالح تبون عن حرمان ما يقارب 6500 مكتتب من الحصول على سكن ببرنامج عدل واحد بسبب الغش والتصريح الكاذب المقدم لكل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء بعد التدقيق في ملفاتهم، بالإضافة إلى عدم استبعاد المتابعات القضائية لكل من ثبت تورطه في هذه القضية.